السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا، انتبه. السؤال يا جماعة بيشغل كثير قوي من الناس من متبع نظام الطيبات، ودايما السؤال ده بيشغلهم. فاحنا حبينا نطرح السؤال دوت على حضراتكم ونجاوب عليه. السؤال هو: هل لو في شخص مطبق نظام الطيبات ومبتعد عن الموانع كلها ما عدا صنف او اتنين، هل ده مش هيضر النظام؟ بمعنى لو في حد مطبق النظام بحذافيره وماشي على النظام بالظبط بالملي زي ما الدكتور ضياء قال، بس في صنف واحد أو صنفين أو 3 من الممنوعات مش قادر يبطلهم ولسه بيستمر عليهم وبياخدهم، هل دوت هيخليه يستفاد من النظام فعلا ولا مش هيستفاد من النظام؟ مثلا أنا مطبق النظام بس مش قادر أوقف 2 من الممنوعات مثل البيض والفراخ، كده هحصل على نتيجة جيدة من نظام الطيبات؟ الإجابة لأ طبعا، لأن دكتور ضياء حذرنا من الموضوع ده وقال إن إحنا لازم نوقف الممنوعات كلها بلا استثناء وما ناخدش منها أي حاجة، لأن أنت لو دخلت في الممنوعات وخدت منها أي حاجة وكلتها كده أنت مش هتستفاد من النظام، وهتحس بتحسن بسيط بس مش هتحصل على الشفاء التام. الاتنين دول بالأخص يا جماعة لازم تتمنع عنهم الآن وبسرعة. الآن وبسرعة لازم توقفهم، البيض والفراخ. وطبعا دول بيبقوا صعبين على الناس، لأن طبعا الناس كتيرة جدا بتعزهم وبتحب تاكلهم وبيبقى صعب عليهم إن هم يبطلوهم، بس لازم يبقى عندك الإصرار وعندك العزيمة والإرادة ولازم توقفهم وبسرعة حالا. لأن دكتور ضياء حذرنا أشد التحذيرات من البيض والفراخ، وقال إن الاتنين دول بيعملوا مشاكل كتيرة جدا في جسم الإنسان وبيتسببوا في أمراض كتيرة جدا، وهنعرض على حضراتكم الأمراض دلوقتي اللي بيتسببوا فيها. قال الدكتور ده إن البيض والفراخ قاتلان لا تأكلهما ثانيا أبدا، ولا يصعب عليك أي صنف من الممنوعات كلها. أي صنف ممنوع من الممنوعات الدكتور ضياء حذر منه وقال ما تاكلوش، ما يصعبش عليك، ما يصعبش عليك، ولازم يبقى عندك عزيمة وإرادة ولازم توقفه. لأن الموضوع مش صعب يا جماعة، الموضوع في الأول وفي الآخر هو عزيمة وإرادة. لازم يبقى عندك عزيمة وإرادة من حديد. إيه بقى اللي بتتسبب فيه الفراخ في جسم الإنسان؟ بتعمل ضيق تنفس وسرطانات أعزكم الله. وطبعا السرطانات مش حاجة سهلة اللي احنا نستهون بيها وناكل عشانها الفراخ، لا معلش بقى بلاها خالص فراخ، لأن السرطانات مش حاجة سهلة يعني اللي احنا نتعامل معاها كده باستهتار. ودي التنفس برضو نفس الكلام، الناس اللي بتعاني من دي التنفس طبعا هي عارفة المعاناة دي بتبقى عاملة ازاي يعني. فالفراخ مش صعب اللي احنا نبطلها يا جماعة. والبيض كمان بيعمل فشل كلوي وسكتات قلبية، برضو يبقى البيض والفراخ لازم ناخد القرار اللي احنا نوقفهم. والبيض كمان بيعمل مشاكل تانية هنعرضها عليكم دلوقتي وهنقول لكم البيض كمان بيعمل مشاكل كبيرة. والبيض أيضا يؤثر على أنوثة السيدات وبيطلع لهم شعر في الذقن يشبه الرجال، يعني البنت من دول تبقى ماشية وعندها تنبيت شعر كده في الذقن وهي ماشية كده شبه الراجل بالظبط. طب وليه؟ طيب وليه بقى احنا نعرض بناتنا وسيداتنا للكلام دوت؟ فبلاها بيض خالص يعني. والبيض كمان بيجعل الرجال اقل نخوة، واديكوا شايفين الرجال في الشارع بقت ماشية عاملة ازاي، بيشوفوا خناقات وبيشوفوا حاجات والناس ما بتتدخلش الا قليل، الا ما رحم ربي يعني. وبيقل القدرة الجنسية عند الرجال. يعني الموضوع طبعا متفسر مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه يعني. شوف بقى ما تاكل بيض كتير ايه اللي بيحصل لك في العلاقة الزوجية؟ طب ما خلاص يبقى بلاها منه خالص البيض. يبقى اول حاجة توقفهم وانت مرتاح الضمير، الدقيق طبعا واتكلمنا عليه قبل كده، والبيض والفراخ. بلاها يا جماعة بيض وفراخ، مش الدنيا مش هتقف يعني. واصناف بقى تواظب عليها وانت سعيد ومطمن وفرحان ومعندكش اي مشاكل: العصير والحلوى. طبعا دكتور ضياء قال عليهم كلام كتير جدا، يعني العصير والحلوى المسموحة في النظام الطيبات. أهم حاجة المسموحة في النظام، مش أي عصير وحلوى، المسموحات في نظام الطيبات تاكلهم وانت سعيد، مش هيبقى فيه أي مشاكل خالص، بالعكس هيعودوا عليك بخير كتير جدا. هنتكلم على الخير دلوقتي اللي هيعود على الجسم بيه. أول حاجة يا جماعة بيجددوا الخلايا الميتة في الجسم بتاعت حضرتك. تخيل بقى لما انت تشرب عصير وتاكل مثلا نوتيلا وتاكل حلاوة طحينية، المسموحات في نظام الطيبات، شوف بقى ايه اللي هيحصل لك في الخلايا بتاع جسمك كلها، هتتجدد من جديد. وبيبنوا خلايا جديدة وشابة في الجسم. يعني بيعيدوا الشباب للإنسان. الإنسان بقى اللي هو دخل على
سن 40 وشوية و50 كده وبتاع، وظهرت عليه علامات الشيخوخة. واحدة واحدة لما يتبع النظام ويمشي عليه ويتبع الحلويات والعصائر اللي فيه، واحدة واحدة هتلاقيه كده بيبتدي يرجع شباب تاني، والخلايا عنده بتتجدد وبتبقى شابة تاني من أول وجديد. مين منا بقى مش عايز يرجع شباب تاني؟ طبعا الناس كلها نفسها ترجع شباب تاني، ليت الشباب يعود يوما. فجماعة الموضوع مش صعب. وقف الممنوعات وخليك في المسموحات بس، ان شاء الله هتحس بنتيجة جميلة وهتبسطك، وهتحس كده ان انت بقيت مرتاح نفسيا، لان انت زي ما احنا قلنا ودايما بنقول الكلمة دي، انت بتاكل طيب وبتخرج طيب. انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ وفقكم الله فيما يحب ويرضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم امين يا رب العالمين.